السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هناخد القطيفة اللي هو السنبلة والقطيفة الجكار، هنعمل منه كرسي سفرة. تمام. بصوا انا حاطه البرسل على البرسل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القماشة تحفة. يعني الرسمة بارزة وحاجة صراحة تحفة جدا. هنبتدي بقى مع بعض. قبل الاول هوريكم حاجة. بصوا هنا البرسل. تمام. ده البرسل. بصوا هنا بتمط المطة بتاعتها زي الجكار، انما من طول القماش مطتها مش زي الجكار، يعني هي بتمط بس مش زي الجكار. تمام. فهنضيف عليها شوية اضافات يعني هنضيف خياطات يعني، بس مش بسيطة، حاجات بسيطة. انا هاخد اول حاجة المقاس اللي هو 50 سنتي، انا هعمل كرسي واحد. تمام. انا طبعا حاطه البرسل على البرسل بظبط القماشة. خلاص. آه انا قصيت 50 سنتي. تمام. وتنيتها وهقصها كده. انا قصيت شريحة واحدة 50 سنتي في عرض القماش. هفرد القماش كده ونشوف مع بعض الشريحة بتاعتنا. بصوا هي بتمط يعني حلوة زي جاكار، يعني طول وعرض بتمط، بس في الطول يعني مطتك قليلة شوية. هنعمل تاني حاجة بقى اللي هي الشريحة. دي شريحة 20 سنتي. تمام. بقيس 20 سنتي. خلاص في عرض القماش. دي تاني حاجة. أول حاجة عملنا ال ال الشريحة اللي هي 50 سنتي، ودي شريحة 20 سنتي. هنركبها ازاي بقى؟ زي ما احنا شايفين كده. هنقيس طبعا، هنقيس طول الشلتة، ونبتدي نقفلها التقفيل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. هو ده التقفيل اللي المفروض هنقفله. يلا بينا على المكنة. بصوا بقى على المكنة دي الشريحة اللي هي ال20 سنتي، ودي اللي هي الشريحة اللي احنا قصيناها 50 سنتي. دي الشلتة. دي طول الشلتة، طول الشلتة بتاع الكرسي السفرة، ودي عرضها. تمام. انا هشوف عرضها قد ايه، وهنبتدي نقيس عرضها زي ما احنا شايفين كده. انا العرض عندي حوالي 48 سنتي. هنعمل فرط هنا. هنبتدي نعمل فرط. تمام. وهنطبقها برضو كده عشان نعمل فرط الناحية التانية، عشان يكون الاتنين قد بعض. بصوا كده انا هعمل الفرط التاني يعني للجنب التاني. تمام. نبتدي بقى هنجيب بقى نثبت القماشة، وهنجيب الشريحة اللي هي 20 سنتي في عرض القماش. تمام. ادي الوش وادي الظهر. هنجيب الوش على الوش كده زي ما احنا شايفين. خلاص. هنظبط مع بعض عند الفرط اللي احنا عملناه. احنا عملنا فرط بعرض الكرسي. هنحط القماشة عند الفرط اللي احنا حطيناه في عرض اللي هو عرض الكرسي. تمام. هنحط الوش على الوش ونقفلها. اخدين بالكم انا عملت ايه؟ هنقفل بقى على المكنة زي ما احنا شايفين، واحدة واحدة. خلي بالكم القماشة دي عاملة زي القطيفة، بتورور شوية. تمام. اهو بصوا بتورور ازاي. هنبدأ شغل. انا طبعا فاصلة الصوت علشان يعني تفهموا كويس. انا مش فاكرة انا قلت ايه هنا. نبتدي نقفلها، نمشي على المكنة زي ما احنا شايفين كده، واحدة واحدة. طبعا اللي لسه مبتدئة، واحدة واحدة، واحدة واحدة وعلى مهلك، يعني مش هتستعجلي. بصوا بقى الحتة دي اللي هي الزاوية.
اللي هي طرف الكرسي. طرف الكرسي بيبقى عندي جايب دوران كده، فانا هقصها دوران زي ما انتوا شايفينها. هنقصها من الجنب ده. تمام. انا ممكن اعملها بالخياطة، بس انا هقصها دوران. تمام. وبرضو الجنب التاني برضو هقصه دوران. بس بندورها وهننزل الابرة ونلف القماش كده. تلفي القماشة وتظبطي. تمام. زي ما احنا شايفين كده. خلي بالكم القماشة دي عاملة زي القطيفة يعني. هي متعبة شوية بس حلوة، وتقيلة أتقل من القطيفة يعني. هي قطيفة أصلا. أنا بشتغل على مهلي علشان تفهموا خطوة خطوة بالفيديو. بننزل برضو الإبرة واللف. أنا طبعا دي ما قصيتش الدوران، أنا خدتها في الخياطة عادي. نبتدي نفرد علشان هي كانت بتورور قوي. واحدة واحدة كده مع بعض. بصوا. بنيجي عند الفرت التاني بقى. احنا حطينا طبعا 2 فرت، ده الفرت التاني. بنسويها ببعض من الناحية التانية. بصوا. هنا خدنا من هنا. تمام. وهنسويها بالناحية التانية. نبقوا مسوينا تبقى قد بعض. هنظبط القماشة ونحد الفرط وهنقف علشان يبقوا الاتنين قصاد بعض. انتي طبعا بتاخدي الطول والعرض بتاع الشلتة. تمام. الناس المبتدئة لو سمحتوا خدي المقاس عشان تعرفي تشتغلي. ممكن انا ما اخدش المقاس، ممكن في حاجات اكون عارفاها. بنبتدي بقى وصلنا اهو، ونبتدي الزيادة بنقصها. تمام. خلاص انا كده قصيتها. طبعا الطريقة دي بصوا يا جماعة اهو، حتى الدوران عمل دوران معانا وتمام وزي الفل. تمام. نيجي بقى نعمل التقفيلة اللي هي الأخيرة. خلاص بصوا اللي هي ال20 سنتي. هناخدها مع آخر آخر الطرف اللي هو فيه البرسل من الناحية التانية. تمام. هبقى اوضحها لكم تاني. بصوا هوريها لكم كده، هفردها. بصوا هنا آخر القماشة. يا رب يا رب يكون الموضوع واضح بالنسبة لكم. هنجيب آخر القماشة مع ال20 سنتي. بصوا زي ما احنا شايفين كده. وادي الطرف التاني من الشريحة اللي هي 20 سنتي. بنجيب الطرف اللي هنا على ده ونبتدي نوصله كده. نطبقهم كده على بعض ونوصلهم. تمام. كده احنا يعتبر وش على الوش زي ما احنا شايفين كده. يعني يعتبر احنا خلصنا خلاص الكرسي. سهلة وبسيطة جدا 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 جدا. مش محتاجة اي تعقيد. هنبتدي نخيطهم. بص انا بشد شدة بسيطة. تمام. زي فيديو السفرة اللي انا عاملاه من الجاكار. الشدة البسيطة دي بتريح القماش، بتخلي القماش مريح وتخلي الخياطة كمان مريحة. يعني ما تحسوش ان هي مطقطقة يعني. هنيجي بقى في التانية. نفس اللي عملناه في الاولانية هنعمل في دي. ماشي. الطرف الاخراني مع الحتة اللي هي 20 سنتي. ونقفل. بنساوي مع بعض الظهر بنساويه مع بعضه. زي ما قلت بنشد شدة صغيرة كده بس عشان ايه يكون الدنيا الخياطة مريحة. كده انا خلصت وتمام وزي الفل. ان شاء الله هنزل لكم صورة نلف عليه باستك داير ما يدور. تمام. بصوا
انا ممكن اعمل الاستك كذا حاجة يعني. الاستك عندنا هحطه هنا واعمله على الاوفر. تمام، انا هعمله لكم على الاوفر. طبعا لازم نقفل الاول، بقفل كده، انا بقفل الكرسي اوفر الاول، بعدين بعمل الاستك. طبعا مسرعه الفيديو علشان طبعا ما ياخدش من الوقت الفيديو كتير. تمام، وباجي هنا عند الخياطه اللي في الظهر. تمام، الخياطه، وباجي احط الاستك عليها واشد حاجه بسيطه، اشد واظبط الاستك مع الاوفر. بصوا اهو الاوفر. ممكن بعد ما نخلص، بصوا بعد ما بخلص تمام بعمل حاجتين، يا اما باجي على الطرف التاني تمام واحط اهو الطرف التاني واحط خياطة، يا اما بتنيه واعمل خياطة. انا ده عشان عريض شوية، لا انا مش هتنيه ومش هعمل خياطة، انا همشي عليه بالمكنة السنجر وكده، يبقى انا خلصت. انا بخلص بعمل الباقيين زي ما قلت لكم، بنعمل على الاوفر. الناس اللي عايزه تسيبه تعمله من غير اوفر عادي، بنعمل خط تاني يا اما بنتنيه. تمام، وكده انا خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.